السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنحلل مع بعض جلسة البورصة المصرية بتاريخ 6 أغسطس 2023. هنتكلم مع بعض، هنحلل مع بعض السوق، هنتكلم في أهم أخبار الأسهم، هنتكلم في أهم أخبار السوق المحلي والسوق العالمي. تعالوا نبتدي. أول حاجة، النهاردة قفل المؤشر على 17700 نقطة. طبعا أنا أقصد بالمؤشر اللي هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اللي هو EGX 30. قفل النهاردة على 17700 نقطة لقيم تداول 2 تريليون و100 مليون جنيه، وصعد حوالي 1.5%. تعالوا نشوف ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول. أول سهم معانا بلتون عامل 725 مليون جنيه. بعد كده مصر الجديدة عامل 276 مليون جنيه. بعد كده سهم التجاري أو بنك التجاري الدولي عامل 98 مليون جنيه. بعد كده سهم القلعة عامل 59 مليون. بعد كده سهم هيرمس عامل 58 مليون. طيب تعالوا نشوف ترتيب القطاعات من حيث قيم التداول والنسب السوقية. أول قطاع معانا وهو الخدمات المالية 891 مليون جنيه والنسبة السوقية 44%. تاني قطاع وهو قطاع العقارات 430 مليون جنيه والنسبة السوقية 21%. تالت قطاع وهو قطاع البنوك عامل 105 مليون جنيه والنسبة السوقية 5%. عدد الأسهم المتداولة اليوم 217 سهم، 142 سهم صعود و49 هبوط. صافي شراء كان بالنصيب المصريين والعرب. المؤسسات المصريين كانوا 119 مليون والعرب كانوا 17 مليون جنيه. هنتكلم دلوقتي عن أهم أخبار السوق وأخبار السوق المحلي والأخبار السوق العالمي. أول خبر معانا النهاردة هو سهم بي انفستمنت أعلن عن كوبون بقيمة 3 سنت، وآخر ميعاد لحق الكوبون هو 20/8/2023 وهيتوزع على يوم 23/8/2023. تاني خبر معانا هو أوراسكوم المالية بتستعد لاختيار شريك مصرفي للحصول على ترخيص بنك رقمي. تالت خبر معانا ابن سينا يعلن عن اعتلاء صدارة شركات توزيع الأدوية في مصر في أول 6 شهور في 2023. رابع خبر معانا وهو أن أرباح العربية حليج قطان قفزت بنحو 108% خلال الربع الأول من 2023. خامس خبر، عمومية العز للدخيلة أو الجمعية العمومية لسهم أو شركة العز للدخيلة بتقرر شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية. تعالوا ننتقل إلى أخبار السوق المحلية والعالمية. أول خبر معنا، أعلنت وزارة البترول مد إمدادات الغاز الطبيعي لمستواها المعتاد لمصانع الأسمدة. تاني خبر، تدرس الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية طرح حصص أقلية مملوكة لجهات حكومية للبيع ذات الأنشطة والعوائد الدولارية. هنتكلم دلوقتي في أخبار السوق العالمية. أول خبر معانا، المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة أو يخفض الفائدة في سبتمبر. وتاني خبر معانا، بنك جي بي مورجان يستبعد ركود الاقتصاد الأمريكي رغم المخاطر المالية. دي كانت أهم أخبار الأسهم في البورصة المصرية وأهم أخبار السوق المحلية والعالمية. انتظروني إن شاء الله في فيديوهات قادمة، هنتكلم على تحليلات البورصة المصرية وهنتكلم في فيديوهات تعليمية أخرى بإذن الله. انتظروني يوميا إن شاء الله. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد.
أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في أكاديمية عواد. شكرا جدا لكم.